هذه هي الحقيقة المرة التي تثبتها الأخبار المتواترة بين لحظة وأخرى. بعد تراث سلفي متطرف يعزز فكرة هدم قبور الأولياء والصحابة، وصل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ذاته، مع اقتراح باحث سعودي نقل رفات الرسول صلى الله عليه وسلم وقبره لمكان مجهول. هذه الفكرة أثارت هلع المسلمين. سارعت الحكومة السعودية بنفي الإقدام على تنفيذها، وقالت إنها مجرد مقترح في دراسة. أنا عايزة أسأل، ليه دلوقتي؟ يعني المملكة العربية السعودية منذ بداية الثلاثينيات تأسست، والحركة الوهابية تأسست هناك، وضد البدع، وكل بدعة ضلالة، وضد زيارة القبور، وضد بناء الأضرحة، وكلنا نعلم ذلك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا محمد. المدينة مسجد الرسول، ده احنا الشعب المصري، يعني الشعب العربي الوحيد اللي بين كل كلمة والتانية نقول وحياة النبي يا شيخ، والنبي صحيح يعني، وصلي بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني لما بيجوا يبتدي يحكي حكاية يقول له صلي على النبي يا شيخ. يعني الشعب المصري احنا ارتباطنا بالرسول وآل البيت يعني شيء. فلما اسمع انا اقرا كده اقول واحد انا ما اعرفش باحث في ايه، ده باحث في ايه، بيبحث في مصايب، باحث ايه اللي عايز ينقل قبر الرسول عليه الصلاه والسلام لمكان مجهول. قال ليه؟ وفي الكلام بقى اللي مكتوب الباحث اللي بيقول ده، طبعا ده باحث داعشي دماغه فلتت، بس ظهوره في السعوديه قال ايه؟ علشان الناس لازم تتعود انها ما تتعاملش مع الاوثان والاصنام والاماكن، ضد كل ما جاء في صحيح الاسلام. ولازم دلوقتي نسمع من علامة كبير يقول لنا ايه يعني الخبل اللي وصل ليه الادعاء باسم الاسلام، وازاي احنا ممكن يعني بعد شويه هيقول ايه؟ ما هو واحده واحده، ما احنا شفنا في العراق بيهدموا المساجد وبيهدموا الاضرحه، وبيقول لك اصل دول شيعه ودول مش عارف ايه. فواحده واحده كده لما يجي يقول لي نقل قبر الرسول، بعد شويه هيجي يقول لي اهدمه. الله، هذا نتاج طبيعي لعصاره التطرف التي تتجرعها اجيال وراء الاخرى، تجزم بان الصلاه في قبور الاولياء شرك، وأن بناء القبور وزيارتها حرام. هذه العصارة خرجت في صورتها الكاوية والدموية مع داعش. النهاردة بنشوف قطع رؤوس ويشيلوا رأس القتيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويحطوها فوق ظهره ويرصصوهم لنا كده في مصر، في سينا. ابتدينا نسمع الكلام ده مع داعش ويقول لك ده إسلام. رأينا عشرات القبور تنفجر وتهتز تحتها رفات الصالحين، لكن الخطر وصل الآن إلى قبر النبي، وهي لحظة يجب أن نواجه بها أنفسنا. الحقيقة السعودية بتحسم الجدل حول نقل قبر النبي، ومصادر قالت الأمر مجرد دراسة لباحث وليس قرارا حكوميا، وإسلاميون يقولون الدراسة تخالف الشريعة الإسلامية ونرفضها، ويؤكدون نثق في قدرة الرياض على التعامل مع هذه الأطروحات.